عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع فيديو النهاردة ازاي نعمل اللوز باودر. طبعا كلنا عايزين نعرف ازاي نعمل اللوز باودر، لان بنات كتير جدا بتسأل عليها، وبنات كتير جدا عايزة تعرف هي بتعمل ايه. ولو عايزين تعرفوا اللوز باودر بتعمل ايه تابعوا فيديوهاتي اللي قبل كده وانتوا تعرفوا اللوز باودر بتعمل ايه، علشان ما اطولش عليكم في الفيديو. طبعا اللوز باودر اللي انا هعملها دلوقتي هتبقى عبارة عن لوز باودر فيها درجة لون مش هتبقى بيضة او شفافة زي البيبي جونسون. لو انا عايزة اعمل لوز باودر شفافة او بتبقى بيضة زي البيبي جونسون، طبعا انا مش هدخل فيها اي كومباكت باودر اي لون، هستخدمها زي ما هي كده. يعني انا ممكن استخدم اللوز باودر زي ما هي من بيبي جونسون عادي، وممكن ادخل فيها لون علشان نشوف مع بعض ازاي هيبقى فيها لون. اللي هي هديكم مثال زي بانانا او زي فوريفر 52، انواع كتير قوي من اللوز باودر. بس طبعا علشان اخد لون لازم اعمل يكون الكومباكت باودر اللي انا هستخدمها يكون فيها درجة لون. وطبعا دي كانت كومباكت باودر عندي مش اتكسرت، هي اتدمرت ودرجة اللون بتاعتها كانت غامقة، فانا قلت هستخدمها ان انا اعمل بيها لوز باودر. للبنات اللي طلبت مني ان انا اعمل ازاي اللوز باودر، فهقول لكم ازاي تعملوها بيها. وطبعا زي ما قلت لكم لازم تبقى الدرجة بتاعتها غامقة، وعلشان تديني بالظبط اللون اللي انا هقدر اشتغل بيه. واللوز باودر للبنات اللي ما تعرفش ايه هو اللوز باودر وبيعمل ايه، اللوز باودر بيثبت الميك اب لاطول فترة ممكنة. وخلينا نشوف مع بعض الخطوات وعملنا ايه. وطبعا دي علبة عندي فاضية، انا كل اللي عملته ان انا عقمتها، وطبعا احنا عارفين طريقة التعقيم. بنحطها بنرش عليها كحول ونسيبها مفتوحة لمدة 24 ساعة لحد ما الكحول يطير منها. خلينا نشوف مع بعض الخطوات. اول حاجه طبعا هبدا بيها الشغل، هي جبت ورقه وحطيت فيها الكومباكت باودر بتاعتي المتدمره. ومش شرط ان انا استخدم كومباكت باودر، عندي ممكن استخدم الباودر المائيه. وطبعا زي ما انتم عارفين اتكلمت كتير جدا عن اضرار الباودر المائيه، يفضل ان انتي تعرفي الاستخدامات بتاعتها وتتابعيني علشان تعرفي هنعمل بيها ايه. وبعدين بعد ما كسرت الباودر كويس جدا ونعمتها خليتها ناعمة زي البيبي جونسون، حطيت البيبي جونسون بكميات ورا بعض بحيث ان انا احاول اوصل لدرجة اللون اللي انا عايزاها، او درجة اللون اللي تناسب بشرتي عموما. وعايزة اقول لكم ان هي ناعمة جدا على البشرة، ما حسيتش ان في فرق بينها وبين لوز باودر البنانا او فوريفر 52. وبعد كده طبعا هفضيها في العبوة اللي انا كنت معقماها قبلها بيوم. وطبعا زي ما انتم شايفين كده بعد ما هفضيها في العبوة لازم هقلبها طبعا، علشان لو الكومباكت باودر او الباودر عموما اللي انا كسرتها لو فيها اي حبيبات لازم تتقلب كويس جدا مع البيبي جونسون علشان تبقى كلها لون واحد ودرجة واحدة. عايزه اقول لكم ان هي التغطيه بتاعتها كويسه جدا، واساس التثبيت هو النعومه بتاعه الباودر نفسها لما بتتحط على الوش، هي دي اساس التثبيت. وهو ده كان موضوع فيديو النهارده، واتمنى الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايكس وشير وسبسكرايب.